هل انحياز الدكتور احمد الصوفي لعلي عبد الله صالح اكثر من انحيازه لليمن؟ أنا اليمن بالنسبة لي ملكات، ما هوش اليمن جغرافيا وأيضا يعني رقعة تعوم في الصحف وفي المواقع الإلكترونية. أنا إذا لم أنصف علي عبد الله صالح من جلاديه وأنصفه من نفسه، لأنه الرجل لم يتعلم، يعني الرجل ليس خريج إكسفورد ولا خريج جامعة صنعاء ولا خريج أي من المؤسسات التعليمية، لم يكن قبله رئيس يمكن أن يقتدي به، على اعتبار أنه في فضائل الرؤساء يخلفوها في الطريق، يعني في طريق الحياة الواسعة. هو لم يأتيه رئيس قبله يمكن أن يتعلم منه. علي عبد الله صالح رئيس لم يتعلم من الرؤساء وهو لم يتعلم، يعني في المدرسة هو معه الشهادة الابتدائية، وللعلم يتباهى لأنه أنا معيش إلا شهادة ابتدائية. هل الشهاده الابتدائيه تأهل شخص ان هو يقود دولة عربية بحجم اليمن؟ يا رجل، هناك من يعني ليست لديهم شهادات حتى ابتدائية وما زالوا يحكموا الآن العالم العربي. يعني فكر بس كده، خليك بعيد، يعني اشطح شوية وشوف. هي دي المأساة اللي احنا بنعاني منها في الوطن العربي. طبعا طبعا، عندما تكون موارد البلد يعني بيد أناس لا يحسنوا تصريفها، لا يحسنوا تقديرها، وبالتالي رسم برامج لتوظيفها، ناس لا ينتمون إلى الشارع، ينتمون إلى القصور والبيوت، وبالتالي أصبحت الشوارع قذرة. فبالتالي علي عبد الله صالح في إحدى المرات أنا أنشأت معهد، وهو المعهد الوحيد في الشرق الأوسط اسمه المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية والإخوة المصريين، من أوائل من استعار هذه التجربة منه. وهو ماشي في الخط الدائري توقف السيارة إنه هل في عندنا تنمية ديمقراطية؟ لأول مرة يكتشف أن لديه معهد يعني بينتج مثل القيم الأخرى، البترول، الغاز، الذهب مثلا، الحاجات اللي احنا بننتجها يعني كيمنيين، احنا كنا بننتج فكرة. وأنا تعلمتها من أمريكا في كيفية إدارة التناقضات. يعني لابد من مؤسسات وسيطة تقرب الحاكم إلى الصواب وتقرب المعارض إلى العمل. لكن الآن احنا في حالة انفصال، المعارض رافض كل شيء، والحاكم لا يعمل إلا شيء واحد واللي يعرفه.